السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني أخواتي. فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الخبز ديال البرجر أو خبز ديال الساندويتشات. كيف كتلاحظوا معايا في الصورة كيجي مهوي ومفشفش من الداخل بواحد الطريقة اللي سهلة وبسيطة ومكونات اقتصاديين بدون أي إضافات. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. غادي نحتاجو واحد الكاس ديال الماء يكون دافي، غادي نضيفوا ليه واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز. صافي غادي نخلطوهم، غادي نخلطو حتى تذوب لينا ديك الخميره، ومن بعد غادي نضيف واحد البيضه، صافي غادي نحاول نخلطها حتى هي، ومن بعد غادي نضيف الملحه تتبقى على حسب الذوق. انا ضفت واحد الكميه قليله، تقريبا واحد المعلقه صغيره ما عامراش شويه. صافي وغادي نبدا نضيف الطحين حتى نجمع هذا الخليط اللي عندي، تيبقى على حسب خليط الطحين. غادي نضيف الطحين وغادي نجمع العجين. مازال غادي نضيف الطحين لان العجين بقى عندي. صافي دابا بعد ما جمعتها غادي نحاول انني ندلكها واحد شويه بين يديا، كيف ما لاحظتوا معايا العجينه رطبه ماشي قاصحه. صافي غندلكها شويه بحال هكا بين يديا، ومن بعد غادي نعاود نردها لداك الاناء حتى تخمر، عاد نكملو. صافي بعد ما خمرات غادي نرش سطح العمل بواحد شويه ديال الطحين، وغادي نحاول انني نديرها واحد الكرسه كبيره بحال هكا، نجمعها نديرها بحال الخبزه، ومن بعد غادي نجيب واحد السكين وغادي نقطعها. غندير هاد الطريقه بحال هكا باش سهل عليا انني نديرهم مقادين. طبعا الا عندكم الميزان ممكن انكم تقطعوهم وتعبروا. صافي تنحاول انني نديرهم قريصات متوسطين، ماشي صغار وماشي كبار. صافي غادي نجمعهم بحال هكذا، نحاول اني نجمعها مزيان. صافي بعد ما كورت العجين ديالي كامل جبت واحد شويه ديال الحليب تنغطس في دوك الكويرات، ومن بعد تنعاود نغطسهم في الجنجلان. صافي بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع القريصات اللي عندي. صافي تنحاول انني نضغط عليهم واحد شويه بيديا، نقرصهم شويه ماشي بزاف غير شويه. صافي وتنعاود نخليهم يخمروا للمره الثانيه. صافي ملي تيخمروا تنديرهم في الفران عادي على 250 درجه بحال غادي نطيبوا الخبز. ودابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه. الريب طريقه سهله واقتصاديه ومكونات بسيطه كيف العاده. غادي نحتاجو اطرو ديال الحليب، عندي نص لتر بارد ونص لتر نصف لتر الاخر. غادي نفيضوه
وعندي 2 علب ديال الياغورت بنكهة الفاني، وعندي نصف كاس ديال السنيدة او اقل، وعندي كيس ديال الفاني. غادي ندي نصف لتر باش يغلي، وهنايا هاد النصف البارد غادي نضيف عليه المكونات، نصف كاس ديال السكر مع كيس ديال الفاني، وغادي نضيف 2 معالق ديال الماء الزهر وجوج العلب ديال الياغورت بنكهة الفاني. غادي نحرك هاد المكونات مزيان حتى يذوب لي داك السكر والياغورت مع الحليب. بالنسبه للسكر انا نصف كاس ما عامرش، يعني نصف كاس اقل بقليل. بالنسبه للسكر تتبقى على حسب الذوق، ولكن راه كميه كافيه. صافي دابا غادي نجيبو الحليب نصف لتر الاخر بعد ما غلا حتى كطلع عليه ديك الغليه. صافي وغادي نبدا نضيف فيه مباشره على النصف لتر الاخر، كنضيف وكنحرك. صافي وكنحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب واحد الكؤوس او جبيبنات صغار باش غادي نضيفوا هذا الخليط. عندي الصينيه فرشت ليها واحد المنديل باش يبقى سخون، وغادي نبدا نصب الخليط في هاد الجبيبنات. في هاد الاثناء غادي نكون درت الفران تيسخن واحد شويه، تقريبا واحد 7 ديال الدقائق، وغادي نطفيه باش مني ندخل هاد الريب او هاد الحليب للفرن يكون سخون. هاد العمليه كتسهل علينا باش هاد الحليب دغيا يروب. طبعا وكنطفيو الفران، ما غاديش نخليو الفران مشعول، غير الفران يكون دافي. صافي غادي نخليو الا درتوه في الصباح غتخليوه حتى العشيه، ومن بعد عاد دخلوه للثلاجه. درتوه في العشيه غتخليوه حتى الصباح ان شاء الله، عاد دخلوه للثلاجه. غادي نغطيوه بواحد المنديل، نحاولوا اننا ندفيوه مزيان، ماشي منديل ثقيل او فوطه او اي شيء، المهم اننا نخليوه سخون. صافي دابا غادي ندخلو الفران. انا هنا درتو في الصباح، في العشيه عاد غادي نجبدو وندخلو للثلاجه. صافي الريب ديالنا بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معايا عاقد. غادي نقرب لكم باش تشوفوه. وبالنسبه للتزيين تيبقى على حسب الذوق ديالكم، ممكن تزينوا بشويه ديال اللوز او شويه ديال الزبيب، تيبقى اختياري.